بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير واهلا وسهلا بكم معنا، وانا من خلال مواجهه تعد بالكثير والكثير من الاثاره والنديه. قالوا لنا عندنا الثقه وانت تكون الله يا دبار، يلا يا دبار، هذا خطير هذا خطير، هذا ما يروح، لكن يا سلام يا مصعب، يا سلام يا الكابيتانو، يكون في وضع يعني ايضا سرعات، لكن بعد من اللعيبه واصبح العدد جاهز، وكان عندك كثير من الاسماء براسيه، لكن بعيد. هذا جونسون، حذاري من سون، وينك يا عطاء، لكن يا سلام، روح يا تامر، واصل يا تامر، متان يرسل كرة عالية في الأمام، والراسية، جول أول بالصمود. هنا يقول لك خلاص الهدف غير محسوب بداعي التسلل الفرص والأداء الكبير ما بين المنتخبين. كاميلو بكرة عرضية، لكن أتى الانطلاق لا كوريا، وعدد حضور جماهيري أرضية، تلعب طويلة في الأمام، محاولة للتصويب، الخطر على طول يكون وكأنه طوارئ. حاسب من اللي معاه، هذا ما تتركوه دخل الكوري الجنوبي، وهنا بكرة عرضية تتحول، لا تفيد فيه، يمسك كرة عالية في الأمام، والرأسية لكن بعيدة. بايرن ميونخ كم من جاب محاولة بتقدم، هذه الثنائيات، حاسب من الثنائيات، لكن رامي موجود، يلين الكوري، تمريرة بانطلاقة بكرة عرضية من خلال هذا التقدم راح تكون الأمور. تمريرة بينية وسط في الأمام، يحاول التقدم، عدت قال إلى هوانكي، لكن حكم اللقاء يعلن نهاية الشوط الأول. عودة من جديد مشاهدينا متابعينا في كل مكان، جاءت أول بأول للاعيبة المنتخب الفلسطيني، ترفع للقبعة، يحافظ على كرة وسام، وين راح وسام؟ راح الثنائية، لكن عطاء جابر باستقلال يبحث على كرة عرضية، هنا وصلت إلى تامر في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، دور بست مقاعد دور تصويبة، حلوة يا وسام، موري عدي، صار عدي، لكن الجر، وين يا عطاء؟ تصويبة، يدور على مثل هذه الكرات، الحمد لله ضاعت. يا لي كان كات النقاط، ولا بيكون عرضيه من مصعب البطاط، لكن تتحقق. خلي بالك يا عدي، وعطاء جابر، نقله خاطئه من عدي، حاسب من التصوير، سيو اليونغ على طول بنقله بتمريره خطوات، هاري كين الى هوانك بكرة عرضيه، والابعاد على طول، تعطي له فرصه ياسر، ما تعطي له فرصه، اضغط عليه عدي، ما تعطي له الفرصه، لكن بحث على تقدم امام كرة عرضيه، كيف تتكلم ولا سون ليكو، رامي طار رامي حماده، يواصل تعيبة الفداء المنتخب الفلسطيني، وانا 5 أهداف نظيف، نتيجة ثقيل، تامر الصيام، يحاول تامر، وانا بكرة عرضية وصلت الى سامر الجندي بكرة عرضية من اللي في المدافعين، راح سون، يلا يا رامي، يلا يا البطاط، يلا يا القائد، يلا يا الكابيتانو، عادت مع هوانك بكرة عالية في الأمام، كان تمريرة خلف المدافعين، هنا باستقبال، لكن القائم مرة سلامات، ما هي راكبة اليوم أمام لي هيونغ، تعود من جديد وسام، يلا يا وسام، صوب بالقدم اليسرى، ما يصوب بالقدم اليسرى، يلا التاغ، عدي جبار، هنا لي دونغ بكرة عالية. في الكومنتات كتيرة شيف الكفتة، وايه نوع اللحمة اللي بنعمل منها المشويات الصح، واللحمة اللي هي البرازيلي، واللحمة المش متلجة، واللحمة البلدي، وايه انواع اللحمة اللي بيبقى فيها جودة اعلى للشوي. انا هنا طالع هنتكلم في كل حاجة، وهنرد على كل الكومنتات، وهنقول كل حاجة عن المشويات. مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم، طالما اللحمة مش بلدي مش هتاخد جودة، دي اول حاجة. طالما اللحمة مش بلدي مش هناخد جودة للمشويات. بالنسبة للكفتة، في ناس كتير بتهبط في الكفتة، وهي الكفتة 1 2 3، وبرضه لازم تكون بلدي، ولازم تكون قطعية معينة عشان تطلع معاك سيخ الكفتة محترم. يعني مش كل الناس بتقطع، لأن الدوش محدود، الدوش مش هيعمل كل حاجة. يعني أنا لو فاتح مطعم ومطلوب مني 100 كيلو، مش هجيب 100 كيلو دوش يعني، صح كده؟
فاي حته من الرقبه سمينه من الدوش لازم يكون فيها دوش، تبقى دي كفته. تمام. بتتبل ازاي؟ البصل الابيض الحامي، عارفين البصل الابيض الحامي ده؟ هو البصل الابيض الحامي ده بصل حامي. واللحمه ما تحطش ليها بهارات، اللحمه ما ينفعش يتحط فيها بهارات. انت جايب لها حته لحمه بلدي، تمام، يبقى تعمل حته اللحمه البلدي دي بالملح والفلفل فقط، لا سنه جوز الطيب مفيش مشاكل، سنه بهارات لحمه مفيش مشاكل فيها، كل حاجه تمام، عشان تطلع سيخ لحمه كويس جدا، وتسيبها ترتاح، تحطها في الثلاجه ترتاح عشان في السيخ ما تقعش منك. وتصفي البصل من الميه، لازم نصفي البصل من ميته لان هو ده اللي بيخلي السيخ يقع من على النار وترتاح شويه. تمام. ويبقى فيها نسبه الدهون 30% مش اقل من 30%. يبقى احنا بنعمل ايه يا جماعه؟ بنجيب القطعيه نديها وش، وبعد كده الوش الثاني بنحط معاه اي دهون 30% دهون، نسبه 30%، او بيتضرب من الوش الاولاني عشان يمسك معانا حته اللحمه او السيخ الكفته بتاعنا. ده بالنسبه للكفته. اركن بقى الكفته على جنب ولا ايه؟ معانا انت ولا ايه؟ معانا. تمام. حته لحمه بقى للشوي، عايزين حته لحمه للشوي. التوب انتركوت اللي هي بيبقى فيها نسبه دهون بسيطه من بره، الدهون اللي بره البرواز دي، البرواز ان الفيليتو ناعم، البرواز اللي بره في الانتركوت ده انا اكله اطعم من اللحمه، يعني حته البرواز الابيض ده انا اكله. بتتبل ببصل مبشور بميته، كله بميته، طماطم مبشوره، ملح وفلفل وبهارات لحمه لو، وبنسيبوها في التتبيله تشيل وتحط لغايه الانسجه دي ما تشرب التتبيله، تنزلها على الفحم ما تاخدش معاك وقت. ده بالنسبه، ايه رايك؟ ده بالنسبه للانتركوت. خلصنا من المشويات. وكل ما اللحمه تبات في التتبيله كل ما يكون افضل. يعني انت لو عايز تعمل حته لحمه وجالك عزومه حلوه، قبلها بيوم تتبل الاثنين، الكفته واللحمه. كده انت خيال. يعني اللي هيدوق حته اللحمه هي ماشيه نفسيها، هي متبله نفسيها، خلاص تنزل على الفحم ترقص معاك يمين وشمال، خلاص انا كده طلعت ايه؟ السيخ بتاعي او حته اللحمه بتاعي. ده بالنسبه للمشويات. واهم حاجه حته اللحمه تكون بلدي، غير البلدي انت كده بتهبد، مش هتدي معاك نتيجه. في ناس بتجيب اللحوم البرازيلي دي تقطعها بوفتيك من اي قطعيه، من اي قطعيه، فاهمني؟ اي قطعيه ده غلط برضو. لازم الانتركوت من البرازيلي نتبله كويس، والقطعيه ما تبقاش رفيعه عشان بينسل معانا، مش بيمسك نفسه. لازم يبقى السمك كده سمك حلو كده عشان يدي معاك ايه؟ شويه مشويات 10 على 10. ده بالنسبه للمشويات، لان المشويات الناس بتهبط فيها كتير. ملح وفلفل، شويه بهارات لحمه، حته جوز الطيب، هي دي المشويات بقى. بلاش هبد كتير، وبلاش ايه اللي يقول لك نحط مش عارف كمون وينسون وليمون وكل الشغله دي. لا، الليمون ممكن يتعصر على حته اللحمه المشويه في التتبيله بس ما بيبانش قوي. ده بالنسبه للمشويات. اخواتي وحبايبي بحبكم في الله. اي حد عنده اي سؤال يكتب لي تحت الفيديو ده هو عايز ايه بالظبط، وانا هرد عليه، وبنرد على كل الناس. اما بالنسبه لكوبايه الشاي الزردة دي، فانا ايه؟ صباح الفل اخواتي اهي، شايفين الجمال؟ دي شاي زردة هنتكلم عليه في الفيديو الجاي. اخواتي وحبايبي صباحكم فل، وما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات. السلام عليكم.